ثومية بزاف بنينة. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة. اول حاجة راح نهزو القدر نحطوه على النار، نحطو فيه كوب كامل من الماء، ومن بعد نضيف له ملعقة كبيرة من النشا، ونبقاو نحركو فيه على النار. ما لازمش نغفلو خلاص على القدر باش نتحصلوا على النتيجة المثالية. نخليوه يغلي على نار هادية. طبعا صدقوني هذه الوصفة بنينة خلاص. كيعات منزلية تقدروا تحكموا في الحموضة تاعها، سواء الخل ولا القارص وإلا الثوم، كيف كيف. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، وتبقى فوق النار نتحصلوا على قوام أثقل من هك. ومن بعد نحيوها نحطوها على جهة، نخليوها حتى تبرد بدرجة حرارة الغرفة، وما تحطوهاش في الثلاجة. هاو الخليط بعد ما بردناه نحطوه في إناء اللي راح نضربوه بالبراميكسور من بعد. شوفوا كيفاه. في المرحلة هذه راح نزيدوا لها بيضة كاملة، وملعقة كبيرة خل، مع 3 فصوص تاع الثوم، ستة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وأكيد القليل من الملح. نضربوها مليح بالبغام ميكسور. شوفوا شوفوا اللون كيفاه يبدأ يتبدل معانا. في هذه المرحلة كي تحبوا تخليو فيها هذيك الحبيبات تاع الثوم خليو، بس احنا ما يحبش هذاك المذاق تاع الثوم، الحبيبات تاعو ديرها ليس. شوفوا النتيجة تهبل. جربوا الوصفة ما تندموش عليها.